بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ان شاء الله يا جماعة هنعمل النهاردة الطريقة التالتة اللي كنت اتكلمت عنها، ولسه في ان شاء الله طريقة رابعة بجرب فيها لبتوع النحاس. فلسه بتوع الفايبر دي الطريقة ممكن تشتغل على الفايبر، يعني نجربها برضو زي الموضوع اللي فيه RRB. فان شاء الله هنجيب البرنامج اهوت بتاع السيرفر. الانترفيس فيه كارتين، ايزر واحد ايزر اتنين. هنجيب السكريبت اللي فيه الدمج 8 خطوط بريدج على لينة واحدة. هناخد السكريبت كده كوبي. طبعا السكريبت ده يا جماعة بتاعنا بتاع كل مرة، دمج عادي جدا بتاع زمان، دمج على لينة واحدة. هاخده كوبي، والسكريبت هيسمي الكروت نفسها لوحده يعني زي ما هو معمول. هناخد كوبي نحطه في النيو تيرمينال، نقول له كليك يمين باست. ماشي يا جماعة، عمل هو هنا كده كارتين لوكال وان والتمانية بتوع الالوان هما اللي بتوع البريدج. تمام لحد كده كويس جدا في كل مرة. هنشوف بقى اختلاف الطريقة عن اللي فات، او ازاي اقدر اغير الماك ده يبقى له 8 ماكات مختلفين عن بعض. ماشي يا جماعة اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب هنا اضافة والفيلان. تمام، هو بيقول لي هنا كده على الوان هنغير كل مرة الفيلان اي دي. تمام يا جماعة اهو، هنقول له ابلاي وكوبي. هنقول له رقم 2 هنعمل لحد 8. ابلاي وكوبي. 3 ابلاي وكوبي. 4 ابلاي وكوبي. 5 ابلاي وكوبي. 6 ابلاي وكوبي. 7 ابلاي وكوبي. 8. هنلاحظ هنا يا جماعة في الموضوع بتاع الفيلان، بصوا على الماك متشابه اهو زي بعض، كله بيخرج الماك بتاع الوان. ماك الوان اهوت بيخرج منه 8 كروت بالظبط ونفس الماك واحد. طب احنا كده ما عملناش حاجة، عايزين بقى نغير الماكات. كنا في الVRRB بننزلها وتغير هي الماك من نفسها. طيب هنعمل احنا بقى الطريقة الجديدة بتاعتها المرة اللي هي الجديدة التالتة دي، بتجرب على الخط بتاعنا. هنعمل كده اوكي. ايوه اهي. هنختار يا جماعة كده كلمة بريدج ونقول له ادد. هنغير في كل مرة كلمة بريدج 1 بريدج 2 لحد 8 برضو، يعني هنا اهو مع التغيير هنغير الرقم اللي هو بيجي هنا ده. ماشي يا جماعة، اقول له ابلاي. تمام وكوبي. هنغير رقم 2 اهي، يبقى كده كام؟ التانية ابلاي وكوبي. التالتة ابلاي وكوبي. الرابعة ابلاي وكوبي. ابلاي وكوبي. لحد كده احنا ماشيين كويس جدا يا جماعة اهو. ابلاي وكوبي. 7 ابلاي وكوبي. التامنة ابلاي واوكي. كده بقى معانا 8 بيجات، برضو نفس الحكاية. لسه برضو معملناش حاجة، ال8 بريدجات اهم على ال8 كروت، كل حاجة زي ما هي، ما غيرناش لسه اي حاجة. هنغير بقى يا جماعة هنا الماكات اللي هتتغير هنا اهو. نقول له اوكي، طبعا لسه مفيش ماكات اهو. احنا هنغير الماكات. نيجي هنا كده على كلمة بورد ونقول له ادد. بنختار البريدج على الوان، وكل مرة هنغير نضيف كارت ونقول له بريدج 2 بريدج 8 لحد 8 بريدجات. هي بس التعديل هنا يا جماعة في كلمة بورت نشيلها اهو، لو البريدج عملنا 8 بريدجات نيجي على كلمة بورتس ديت ونقول له ادد اضافة. هنقول كلمة وان الانترفيس اللي هو بتاعنا الكارت الوان ده، هنقول اهو. هنقول له هنا الفيلان واحد على بريدج واحد. ماشي يا جماعة اهو، فيلان واحد على بريدج واحد. ابلاي. هنا هنقول له فيلان 2 اهو، نعمل كوبي. فيلان 2 لبريدج 2. ابلاي كوبي. فيلان 3 على بريدج 3. ابلاي كوبي. فيلان 4 على بريدج 4. ابلاي كوبي. فيلان 5 على بريدج 5. ابلاي كوبي. فيلان 6 على بريدج 6. ابلاي كوبي. فيلان 7 على بريدج 7.
ابلاي وكوبي. فيلان 8 على بريدج 8. كده خلاص يا جماعة عملنا 8 بريدجات زي ما هم هنا في التعديل. طيب هتبقى عندنا تعديل واحد بس هنا اهو، اللي هو تعديل المكات. هنشوف هنا اهو في البورد، نبص هنا المكات بقت كام اهي يا جماعة، اهي نفس المكات بتاعت البريدجات. اهو التعديل اللي جينا كده في الفيلان، اهو يا جماعة هناخد الماك ده كوبي في بريدج واحد، هنقول له ادمن ماك بسط. هنغير هنا في الماكات دي، هنخليها 5 ونخلي الصفر دي برضو 5. اوكي. بريدج 2 هنقول له هنا بسط، هنخليها 6 والصفر دي اخليها 6. اي تعديل بنغير في اي مكان يا جماعة اهو، والمكنة بتغير معايا اهو. ونيجي على التالتة نقول له بسط، نغير بكتب اي مكان احنا عايزينه 2 والصفر خلاها 2. اي تعديل احنا بنحب نعدل فيه بنعدل في المكات اهو. اهو كليك تاني بسط، نخليها 5 ونخلي ال7 دي 5. مش شرط اي مكان، انا بغير زي ما انا عايز اهو. والخمسة نقول له بسط، هنخليها 2 5 3 5 وابلاي. اوكي بسط 2 4 2 6. اوكي 55 55 والتاني. طب يا جماعة احنا لو عملناها اصفار سيبناها اصفار وقلنا ابلاي، ايه اللي بيحصل؟ الماك بيختفي. تمام. طيب يبقوا جربوها كده وجربوها مرة بالاصفار، شوف الموضوع عندكم هيعمل ايه. يعني غير الماك هو نفس القوة البسط. ممكن يبقى نجرب الماك الاصفار، لو مربطتش معانا ممكن بتوع النحاس برضو يجربوها، يخلوا الماك بتاعه كله اصفار مع تغيير اول رقمين بس في كل مرة. شوف هتعمل معاك ايه. انا ما جربتش الصراحة، فانت عايزكم تجربوها وتشوفوها. هنكمل طريقتنا عادي بس اهي. كده يا جماعة الماكات عندنا اتغيرت اهي، بقت كلها ماكات مختلفة اهي بالتمن بريدجات. تمام يا جماعة. وهنا هنختار البي بي اوت واحد على الوان. ماشي يا جماعة اهو. هنقول له هنا بريدج واحد وابلاي. يا جماعة انا كنت حاطط هنا ناخد اليوزر عشان ده خط بتوع لينك، وهنعمله احنا على خط العكس بتوع داتا. وابلاي. وهنعدل هنا بريدج 2 اوكي. بريدج 3
بريدج 4، بريدج 5، بريدج 6، بريدج 7، يعني مش طبيعي جدا يا جماعة اهو، بحيث ان هي كل واحدة تاخد ماك مختلف عن التاني. في تعديل يا جماعة هنا، لو ما جابتش معاك في بريدج 1 بريدج 2 اقلبها على كلمة وان. تمام، جربوها مرة على وان ومرة على فيلان 1، بس هي يا جماعة على بريدج 1 بريدج 2 هتجيب معاكم ان شاء الله. تمام، هنا الدمج بتاعنا عادي جدا اهو، مفيش فيه اي حاجة خالص. ده اللوكر الخروج والفايرول اللي هما السكريبت بتاع دمج على 8 خطوط. اه يا جماعة بتاعنا عادي جدا اهو. اول ما يربط الاحمر ده هيتغير، السكريبت عادي جدا بتاع دمج على 8 خطوط على لينة واحدة. والراوت اهو يا جماعة اهو، دمج عادي جدا، اوت 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 اهو. اول ما بيربط معانا بيغير الحاجة بتاعته. طيب نشوفها كده يا جماعة اهيت، اتأكد بس من الكارت. الدخول، تمام يا جماعة. هي دي الطريقة التالتة بتاعة البريدجات، الفيلان مع البريدجات. دي الطريقة التالتة بتاعتها ان شاء الله. والطريقة التانية كانت اللي هي بتاعة الفي ار ار بي. في طريقة رابعة ان شاء الله هنشرحها الدرس الجاي، هنجربها برضو على بتوع النحاس، يعني اخر امل ما بتوع النحاس هنجرب فيها. فبتوع الفايبر او النحاس برضو جربوا الطريقة ديت، اللي تنفع معاه ان شاء الله يعرفنا، ما تنفعش معاه برضو يعرفنا، نشوف الغلط فين او نعدله الغلط بتاعه فين. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.